جماعة، هو صعب مصر تفوز من غير ما تسبب تمدد في الأوعية للشعب المصري والشعوب المحيطة؟ أنا بس عايزة أفهم، يعني احنا لو فزنا بسهولة هيقولوا إيه المنتخب اللي بيفوز بسهولة ده؟ يعني هنتعاير بسبب الموضوع؟ ليه يا جماعة لازم ألعب أشواط إضافية؟ ومش بس أشواط إضافية، ألعب ضربات المعاناة ترجيحية. يا جماعة أنا بكره ضربات ترجيح أيا كان مين اللي بيلعب، وبحس إن هي فيها حظ. يعني أكيد طبعا الفريق بيستفيد لو في حد بيسدد كويس والحارس بيعرف يصد، بس ما هو ناس كبيرة جدا بيضيعوا. يعني قدامنا صلاح شاط في السماء في مباراة مصر والسنغال، يعني كنا قاب قوسين أو أدنى من الصعود لكأس العالم. وقبلها كنا برضو قريبين جدا من ان احنا ناخد كاس الامم. فاللي هو ليه؟ ليه بجد؟ المشكله في حاجه، يعني انت بتصعبها على نفسك. مصر كان ممكن تحسم النهارده، في مباراه النهارده دي مصر كان ممكن تحسم في الشوط الاول والتاني، وازيدك من الشعر بيت في الاشواط الاضافيه الشوطين. كل شوط فيه اكتر من فرصه ضايعه. احنا النهارده فزنا بسر الدعاء والسجده ونيه الانتصار، مش مفيش حاجه غير كده. واللعيبه انا سامعه طبعا من الشفاه ولازم نبقى رجاله والرجوله. انتوا فزتوا بالرجوله 100%، بس هو مش لازم. على فكره ممكن العب كوره عادي وافوز. فريق باراجواي ده، انا برضو مش اكتر حد يعني يتكلم بالفنيات، بس انا شايفاه فريق عادي جدا، مش انتميديتنج بالكابتن بتاعه، المدير الفني بتاعه ده. انا حاسه ان هو مش هو الراجل اللي كان لابس كاب ولابس اللون الفوشيا بتاعهم ده. انا حاسه ان هو عارفين سوبرفايزر في محل ويمبي مثلا، وخايف العيال يحرقوا البرجر اللي على الجريل. فاهم؟ مفيش اصلا اي توجيهات من ناحيته ولا اي حاجه. ورسالتي التانية لميكالي ولا ميكالي ايا كان النطق الصحيح. احنا عارفين انت بتحب تلعب جيم دفاعية وتلعب على المرتدات، بس الفريق التاني بيلعب بنفس لعبك، فانت لازم. يعني هي دايما المباريات يعني دايما بيقولك ايه كيفية ادارة المباريات او اللقاء. فماشي انت تمام، مش عايز تفتح اللعب عشان خاطر انت دي البوليسي بتاعتك، بس زي ما انت هتظبط الدفاع لازم تشوف الهجوم. يعني لازم لعبة باراجواي بيلعبها اكتر من مرة، انا في ثغره عندي لازم اسدها. ده ما حصلش، يعني اتثابت اللعبه دي تتكرر لحد ما دخل الجول. فانا يعني على قد ما هو يعني حلو طبعا ادائنا، احنا يا جماعه مدغدغين الارقام القياسيه في الاولمبياد ده. زي ما المعلق كان بيقول احنا دي من 60 سنه ما صعدناش لنص النهائي. اول مره في حياه التاريخ نصعد اول المجموعه، وكمان اول مره نفوز على اسبانيا في مباراه رسميه. شابوه يا جماعه، يعني ايا كان عندنا عيوب او حاجات نشتغل عليها. فبصراحه يعني شكرا ان انتوا بترجعونا تاني او تحطونا تاني على الخريطه، يعني لان اسماء كبيره ولاعيبه كبيره ما قدرتش تعمل ده لحد دلوقتي. ف ثانك يو سو ماتش على راسنا والله. بس لازم نستفيد ولازم نتعلم من اخطائنا. يعني احنا انا حاسه ان الحكم المره دي الصراحه كان جاي علينا شويه. انا مش عارفه انتوا رايكم ايه في موضوع الحكم، هل شايفينه فير، شايفينه كان جاي علينا كان جاي على باراجواي اكتر؟ انا شايفه الصراحه ان هو كان جاي علينا في فاولات كتير لينا ما حسبهاش، وبالعكس اي فاول باراجواي بيحسبه. الشك اللي حصل لما استدعاه الفار، انا بصراحه مش قادره اجزم دي ضربه جزاء ولا لا. فقولوا لي في الكومنتس اذا كنتوا شايفين ان دي ضربه جزاء ولا لا. بس all in all احنا النهارده كان يعني احنا كان عندنا مشكله رهيبه جدا في نص الملعب وفي التلت الامامي. اللعيبه 90%، وقد اكون انا كريمه كمان في الرقم ده، 90% من قراراتها غلط. اللي بيشوط لازم المفروض يباصي بيشوط، واللي بيشوط المفروض يباصي. ده غير كميه مس باس مش طبيعيه. انا اهو فاشله في لعب كره القدم. انا اعتقد ان انا يعني اكاد اجزم ان انا ممكن اباصي بشكل احسن من كده بكتير. الكوره بتتقطع السكند بول دايما لباراجواي. تمريرات بلا عنوان كتير جدا، تشتيت طوليات برضو مش رايحه لحد يعني. واللي يضايق في ده كله احيانا بنبني هجمات خطيرة خطيرة، يعني اللي هو انت بتتفرج على مزيكا بتتلعب واخر خطوة اديها لاقرب لاعب في باراجواي.
انت بتعمل ايه يا معلم؟ يعني ارفع راسك، بص بص في واحد قريب، التاني حد يرفع ايده يا جماعه يعني. بنبوظ لعبنا جامد. احنا بجد كان ممكن نحسم المباراه دي حرفيا من الشوط الاول. فايه الداعي ان انا اهلك نفسي في اشواط اضافيه واوصل لضربات ترجيح يمكن تبقى في صالحي ويمكن ما تكونش. يعني انت بصراحه بتضيع سكورز تاريخيه. دلوقتي عندك المغرب لسعت امريكا 4-0. انا معرفش وضع فريق امريكا الاولمبي ايه بصراحه، مش متابعاهم من اول الاولمبياد. بس الفكره انه انت كمان تقدر، انت كمان تقدر تكسب 1 2 3. في اسبانيا كان ممكن تكسب باكتر. اول ماتش بتاع الدومينيكان انت صعبته على نفسك رغم ان انت كان ممكن تطلع منه فايز. فكل ده محتاج اعاده ترتيب اوراق. بس لازم نشيد برضو بالمدير الفني، ولازم نشيد باللعيبه. حمزه علاء يعني لولا ان هو صد الصده دي وادانا الافضليه، بصراحه كانت الامور ممكن تتعقد، وممكن هم يقدروا يرجعوا في لو حد مننا مثلا لا قدر الله ما كانش سدد تسديده صحيحه، كان ممكن ابقى في موقف مش كويس خالص. فشابوه شابوه لزيزو، واتمنى الاصابه تبقى بسيطه ويقدر يكمل مسيره مع التيم في الاولمبياد. ونيجي لأهم نقطة، أنا أحب أشكر المعلق محمد فوزي، بجد شكرا يا جماعة. أنا آخر ماتش يعني بصراحة قررت إن أنا أتفرج عليه ميوت آخر 10 دقايق أو ربع ساعة منه، لأنه كابتن علي محمد علي مع كامل احترامي لشخصه بس بجد هو بيوترني جدا. ده مش أول مرة، ده في كأس الأمم أو في أي مرة هو علق فيها على ماتش كان أحد طرفيه مصر او نادي مصري او اي حاجه يعني. لانه احنا دلوقتي كمتفرجين عايزين ايه من المعلق؟ لو احنا بنتفرج من التلفزيون احنا شايفين ايه، مين بيدي مين وهكذا. فاحنا عايزين منك حاجتين. اول حاجه ان انت تسلينا، يبقى دمك لذيذ وخفيف. تاني حاجة ان انت تضيف لمعلوماتنا لو انت اصلا اوريدي يعني عارف معلومات عن البلد دي او المسابقة دي او الفريق او كده، او حتى كمان الاعداد احيانا بيساعد بمعلومات انترستنج نقدر نعرفها في خلال ما احنا بنتفرج على الماتش. ولو المباراة دي بيلعب فيها فريق يعني منتخب قومي، فبالتأكيد ولائك الأول وتشجيعك لازم يكون للمنتخب بتاع بلدك. يعني بنشوف حفيظ دراجي وبنشوف شوال، بجد أنا بستمتع بقد إيه هم بيشجعوا منتخباتهم وأنديتهم بحماس. المرة اللي فاتت دي بجد في أسبانيا خلاص أنت بتبقى على أعصابك خلاص آخر الماتش، واسبانيا بترجع في النتيجه وبتحاول تقلص الفارق، وانت خلاص يعني دمك بيغلي، انت ممكن تسمع نبضات قلبك بجد في الجمجمه. فانت في حل من ان انت يعني تسمع اي حد بيشجع الفريق التاني او بيخوفك، انت عايز حد يهديك. مش هقول لا شكلها كده اسبانيا عايزه تتعادل، شكلهم كده بيضغطوا وهيسجلوا، لا ما شكلهمش. او ان انا مثلا اقعد اقول لفريقي وانتوا بجد مريحين مش بتلعبوا كويس، لا حتى لو فريقي زي الزفت انا احاول ان انا اشجع واقول معلش وهنرجع حتى لو فاضل دقيقه في الماتش. وده اللي عمله النهارده بجد على راسي كابتن محمد فوزي، كانه واحد من اللعيبه. يا جماعه نسد هنا، اكيد هنرجع، لسه متبقي وقت، مصر هتحسم، واحنا بنشوط في ضربات الجزاء. بيشجع من قلبه بجد يعني. شكرا شكرا شكرا. يمكن هو ما يكونش اكتر حد انترتيننج يعني، او اللي هو مش بتاع افيهات او كده، هو يمكن ابتدى في اخر الماتش خالص، وفي الختام الحماس ابتدى يزيد عنده وكان دمه خفيف وكده. بس يمكن هو مش حتته ان هو يبقى دمه خفيف، وانا مش بنصح اي حد دمه مش خفيف ان هو يستظرف. لو الافيه مش حاضر او انت مش لذيذ يعني، خلاص ما تعملش كده، مش مطلوب منك. انت وظيفتك ان انت فعلا تنقل لنا ايه اللي بيحصل في الماتش وتقول لنا معلومات طول ما احنا ماشيين. فشكرا جزيلا، اتممت المهمه على اكمل وجه. ده بقى بيجيبني لنقطه ملهاش علاقه بمباراه مصر وباراجواي، وهي التعليق. ومن هنا يا جماعه احب اوجه رساله ليحيى عزام AKA لوست عبده البلف.
يا جماعة تخيلوا كده لو لوس عبده البلف هو اللي بيعلق على الماتشات. فمثلا يجي لنا مشهد واحد على الدكة قاعد كده مثلا بيفكر، فتلاقي التعليق لوس عبده بيقول له انا بقعد بالليل يا حبيب قلب اللوسة مع نفسي واقول طب ليه. فتخيل، او مثلا المغرب بتلعب مع مثلا مصر، انتوا عارفين بقى اصل كلمة المغرب ده جه منين؟ ويقعد يدينا هبدة من هبداته. فالصراحة أنا بوجه له من منبري هذا الدعوة إن هو يقدم كمعلق على الماتشات الرياضية، لأن إحنا مفتقدين معلقين. ما سمعناش من أيام شلبوكة الصراحة من ساعة ما بطل يعلق بقى أحيانا يعني في الماتشات اللي بتذاع على أو من خلال القنوات السعودية، وهي بتبقى نادرة وماتشات معينة يعني. فاحنا افتقدنا الصراحة الناس اللي عندها حس الدعابة والتسلية. وهو بصراحة طبعا شهادتي فيه مجروحة في التعليق الرياضي عامة وفي التحليل، وهو معلومات الرياضية جامدة جدا. وهو اتكلم أكتر من مرة في الموضوع ده إن هو كان حافظ أوزان اللعيبة ومقاس جزامهم وحاجات غريبة كده. فانقذنا، لأن احنا قربنا نتفرج على الماتشات ميوت. أنا عملتها في أكتر من مناسبة. فلو انتوا موافقين معايا في الرأي، ابعتوا الفيديو ده للأسطى عبد البلف وقولوا له عايزينك تعلق على الماتشات. واخيرا مبروك 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 لمنتخبنا الاولمبي، رفعتوا راسنا، عملتوا لنا حس في اولمبياد باريس المنيل ب60 نيله. ومستنيين منكم دايما الاحسن، وبنراهن عليكم وهنفضل نشجعكم. ومش عايزين يعني الناس اللي هي عمالة بتنتقد بزيادة لكل الناس. احنا نقول اللي لينا ونقول اللي علينا وما ننتقدش شخص بعينه. محتاجين منكم التركيز اكتر من اي وقت عدى. لو لعبتوا بتركيز مش محتاجين ان انتوا تهلكوا نفسكم في الماتشات، لان انتوا عندكم، انتوا ما شاء الله اتغلبتوا على اسبانيا، ومن قبلها على اوزباكستان، والنهارده تغلبتوا هو على باراجواي. فمفيش حاجه ناقصاكم، التيم مكتمل، الكوتش كويس جدا. فان شاء الله all the way. واكيد يعني انا اتمنى ان احنا ناخد حتى البطوله، مش بس ننافس على ميداليه. ف good luck.